اخواتي حبايب قلبي عاملين ايه؟ منورين الدنيا كلها، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، هنعمل رياكت انا وانتوا كده على فيديو الفنان الجميل الكوميدي احمد ادم القرموطي، طبعا كلنا عارفينه يعني. فيديو قابلني بالصدفة ليه كده، وحبيت ان انا اتكلم معاكم فيه. فقبل ما نبدأ الفيديو بس حابب ان انا اعرفكم بنفسي لاي حد ما يعرفنيش. انا اخوكم اكرم الشيمي. ودي قناة النية خير. القناة أنا سميتها النية خير عشان أنا نيتي خير، وبهدف إن أنا أساعد منها نفسي وأساعد منها الناس كلها عن طريق أرباحها بإذن الله لما ربنا يكرمني. فلو حابين تشوفوا الخير على القناة دي وعلى الشاشة دي، وحابين نفرح بعض كلنا، وحابين الخير يعم في كل مكان، ونساعد نفسنا ونساعد الغلابة ونساعد كل اللي محتاج مساعدة، يا ريت تساعدوني أوصل ل1000 مشترك، وتشرفوني دايما كده بدعمكم في القناة، وباشتراككم وباللايك وبالشير. ويلا بينا نبدأ الفيديو. من ساعة ما الناس عرفت ان الفيديوهات بتجيب فلوس والناس اتهبلت يا عيني. كل الناس بقت بتعمل فيديوهات. كله بيبص على اللي عمل فيديو يقول لك اشمعنى انا جت عليا؟ ما كل البشر بيعملوا فيديو. كل البشر عايزين يعملوا فيديوهات. كل الناس عايزة تبقى مشاهير وتعمل فيديوهات. لما كله عايز يعمل فيديوهات، امال مين اللي هيتفرج علينا يا مين اللي هيتفرج عليهم يا احنا ايه يا جدعان؟ يعني بصوا، ما تردوش، انا هرد لكم، انا هرد لكم واقول لكم إيه. يعني احمد ادم بيقول لك ما كل الناس، ما الناس عرفت ان الفيديوهات بتجيب فلوس كله بقى عايز يعمل فيديوهات. يعني ناس كتير فعلا محتاجة فلوس، ناس كتير محتاجة عايزة فلوس، هتعمل ايه يعني؟ ما عرفوا ان في فيديوهات بتجيب فلوس وكلام من ده كله، كله اشتغل على المحتوى، كله قدم اي محتوى والزيطة بقى يعني، هيصة اي حاجة يعني شغال. يعتبر يا جماعة برضو انا كمان طالع عشان الفلوس. آه، عشان الفلوس قوي يعني، عشان الفلوس مش كل حاجة. بس اللي انا حابب اعمله ان انا حابب ان انا اساعد الناس. ده هدفي اساسا، وده يعني حاجه انا بحبها، بحب ان انا اساعد الناس. نفسي بجد ربنا يكرمني في القناه دي ويرزقني منها بارباح كتير، واقدر ان انا اساعد منها كل اللي محتاج مساعده. ما اسيبش اي حد محتاج اي حاجه لما اقف معاه واساعده. وده هدفي وده نيتي من القناه. لو حابين تشوفوا الخير زي ما قلت لكم، وحابين تدعموا معايا القناه، يا أهلا وسهلا بيكم، وتشرفوني باشتراككم ودعمكم الدايم كده. وبإذن الله خير وربنا كريم. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. هنحلل مع بعض أغنية حلوة ونتكلم فيها، بتحكي عن واقعنا شوية، نحللها مع بعض. وبرضه إيه، دي كلها من الفيديوهات الدعائية اللي بعملها اليومين دول. بإذن الله لسه هبدأ في المحتوى، ونعمل مع بعض أحلى محتوى أنا وأنتوا، وإن شاء الله خير وربنا كريم. كملوا برضه بقية الفيديو كده، شوفوا أحمد آدم بيقول إيه. وعائلات لكل اصناف السيطره. والله بيعملوا فيديوهات. الاب والام والابن والبنت والقطه بتاعتهم، كله بيعمل فيديوهات. انا مش فاهم الزمن اللي جاي ده هيبقى ايه يعني؟ هيبقى العائله اللي القناه بتاعته جايبه مشاهدات، هو ده اللي هيشرف ابوه. واللي عنده ابن ما بيعملش محتوى، ده هيبقى ولد عاق. ممكن يحط الميه يتبنى منه ويعيوه. يعني زي ما هو قاعد كده زعلان ومهموم ومراته بتقول له مالك يا حاج مالك يا شايف حاج؟ يقول لك اسكت يا ابو شيماء، اسكت يا ابو شيماء، يقعد يضحك يا ابو شيماء. ماله يا اخويا؟ ما بيعملش محتوى ومشاهدات ده اكتر من شهرين. تخيل دخلت عليه الاوضه اول امبارح، لقيته 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 يا ابو شيماء، والله ما قادر اقول لك. لقيته ميزات يا ابو يا شيماء. لهوي. يعني ربنا كريم، دلوقتي كله يعني كله بيجري على السوشيال ميديا عشان يعمل منها فلوس ويجيب منها أرباح وكلام من ده كله، وده هدف أنا كمان برضه. بس بإذن الله نعمل محتوى جميل، يعني ما يبقاش برضه كل هدفنا الفلوس بس. لا يعني الفلوس هتبقى بإذن الله برضه نقطة مهمة في القناة، وأنا عامل القناة أصلا عشانها. بس من ناحية تانية برضه هنعمل محتوى جميل ما بيني وما بينكم، نفيد بعض بأي معلومات، بأي حاجات كويسة أقدر أقدمها لكم، ونتشاور أنا وأنتوا في موضوع المحتوى يعني، وبإذن الله خير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تدعموا معايا القناة وتوصلوني فيها ل1000 مشترك، عشان ربنا يكرمنا كده ونحقق شروطها ونوصل لموضوع الأرباح ده.
ونبدأ بقى نعمل خير كده والله كريم، يعني ربنا كريم. دي رسالة مني لأي حد بيعمل محتوى ومش عارف ينجح مثلا على اليوتيوب، وبرضه لو حتى ما بيعملش محتوى وبيتفرج بس من الجمهور، اشترك معايا واشبط معايا في القناة. والله العظيم مش هسيب حد غير لما أقف معاه. خلاص، اشوفكم على خير يا أحلى جمهور في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.